اول مثال معانا النهارده من معبد دندره اللي فيه الاشكال دي هو اللي قدام حضراتكم دلوقتي. طبعا في شكلين ادميين هنا، ده شكل ادمي وشكل ادمي، تمام. وهنا كذلك الامر، شكل ادمي وشكل ادمي، اتنين جنب بعض. دول بيعبروا عن اركان السماء الاربعه، الاركان بتاعت السماء الاربعه. طيب دلوقتي الاشكال دي كلها، يعني احنا دايما برضو بنوصفها عمود الجد شايل مش عارف ايه، بس انا مش عايز اوصف، انا عايز النص بيقول ايه عشان اعرف ده مين وبيعمل ايه هنا، وده مين وبيعمل ايه هنا، ودول مين بالظبط، وايه اللي هو قاعد عليه ده، يعني الشكل اللي هو قاعد عليه ده اللي طالع منه الجذر بتاع اللوتس. وفي ناس طبعا بيصوروه كسلك كهرباء والكلام ده كله، يعني ما علينا، الله يهديهم. طبعا انا بفضل يعني قراءة النص، طالما النص كله باصص يمين هبدأ من اليمين اهو، اللي هو الجزء ده دلوقتي. وطبعا بالاضافه للجملتين اللي هم المختصرتين دول برضه هنتكلم عنهم وهنشوف ايه معناهم. اول نص معانا او اول جزء في النص معانا اللي هو الجزء ده، بنبدأ منين؟ جد مدو جد جد مدو إن مدوئين، تلاوة او قول كلام بواسطة حر سماطوي. ادي حر سما تاوي. حور سما تاوي اللي هو حورس موحد الارضين او المتحد بالارضين. خلي بالكم، في ممكن حد يقول لي طب انت ايش ضمنك ان الثعبان نفسه هو حرس متوي؟ طب ما ممكن يكون ده هو حرس متوي او ده او ده او اي شكل من اللي موجودين، اشمعنى الثعبان او اشمعنى قصرت الامر على الثعبان؟ هنعرف دلوقتي. جد مدو ان حرس متوي أيوة نتر نتعا نتر ع ذو القداسة العظيم حري إيب يونت حريئيب ايونت القاطن في مدينة ايونت. ايونت ده احد تسميات دندرة. كلمة ايونت معناها المدينة ذات الاعمدة او المدينة ذات العمد، لان حتى لو بصيتوا على البرون هاوس بتاع دندرة او حتى في المباني المتهدمة في معبد دندرة هتلاقوا ان من اكتر الحاجات اللي بتميز المعبد ده اتجان الاعمدة بتاعته اللي هي على شكل حتحور. فاذا المدينة نفسها اسمها ايونت، اللي هي المدينة ذات الايه، ذات الاعمدة او المدينة ذات العمد. بعد كده إيبا احنا هنا قلنا تلاوة بواسطة حور سماوي، معنى كده ان المتكلم هنا اللي بيتكلم هنا حور سماوي ذو القداسة العظيم القاتم مش عارف مين. وايه تاني؟ ديبا عنخ. بالظبط، الطائر ده اسمه با، زي ما حضراتكم عارفين با اللي هو الروح، سول. طبعا عنخ هنا شكلها غريب شويه بالنسبه لكم، طبعا العلامه دي ما فيهاش اشكال ولا دي، ولكن ايه اللي خلاه يشيل موجه الميه اللي دايما كنا بنشوفها في الميدل ايجيبشن ويحط اناء النو؟ قلت لكم قبل أخذ كده، من حرف الإن. بالظبط، قلت لكم قبل كده ان في النص الكريبتوغرافي او الانجماتيك او البطلمي كان بيعمل ايه؟ بيستخدم العلامات احاديه الصوت من خلال يعني عمليه استخراج القيم الصوتيه بتاعتها من العلامات الثنائيه والثلاثيه. يعني مثلا عايز يقول ح، الشرط انه يعمل الجديله بتاعت الحبل مثلا، لا لا لا، ممكن يعمل حتب اللي هي العلامه الثلاثيه وياخد منها صوت الح بس. خلي بالكم، فالعلامه الثلاثيه اللي هي في الميدل ايجيبشن الكلاسيك ايجيبشن هيروغليفس، بدل ما هي كانت ثلاثيه بقت احاديه في العصر البطلمي او احاديه في النص المشفر اللي قدامي، فما نستغربش منها عادي. با عنخ الروح الحيه. أيوة الاف هنا تعتقدوا ايه؟ يعني بصوا كده، بصوا لها كويس. انا برضو عايزكم تحاولوا وتعصروا دماغكم شويه علشان النص ده، يعني انا عاوزكم تطبقوا كل اللي اخدناه قبل كده فيه. تعتقدوا أخذ منها بري بر. ايوه بالظبط. خلي بالكم، بري كان بيعمل الشكل ده وجواه الحيه، او معذره لا مش الشكل ده، الشكل اللي هو المعاكس ليه، لان لازم الحيه تكون خارجه عشان يبقى معناها ايه؟ الخروج بالظبط اهو، بيبقى عامل ايه الشكل ده. ولكن هنا شالوا، او في النص الهيروغليفي شالوا، فعادي يعني هو
حتى يعني السياق اللقب نفسه او التتابع اللغوي بتاع اللقب نفسه يدل على ان الاف هنا مش اف، هتبقى بري. بري يعني الذي يخرج، الذي يخرج، الذي يخرج. ام يعني من مين؟ من نخب زهرة اللوتس. ادي اناء النو، وادي الخاء، وادي العلامه اللي اسمها با، اللي هي مشعله البخور، اسمها با. يبقى نخب، نخب اللي هي مخصص اللوتس فلاور. فاذا نخب هنا اللي هي معناها زهره اللوتس. يبقى اذا هو هنا حدد لي مين هو حور سماتوي بالظبط تحديدا اللي بيخرج من زهره اللوتس. هو الروح الحيه اللي بتخرج منين؟ من زهره اللوتس. معنى كده زهرة ان الثعبان ده بيمثل روح حور سماتوي. فاذا كان بما انه بيمثل الروح بتاعته، فهو وحور سماتوي بيعتبروا كيان واحد. تمام. فاذا من خلال كده بنقرا النص تاني: جد ميدو ان حير سماتوي نترعا حري ايب ايونت باعنخ بري ام نخب. بعد كده ام معنجت. معنجت. ام معنجت يعني في مركب مركب الصباح. الصباح، في مركب الصباح او في مركب النهاريه او مركب النهار. يبقى اذا هو هنا حدد لي ان يعني مين اللي بيظهر قدامي في شكل ثعبان، وحدد لي كمان مي في انهي حته، او حدد لي النطاق المكاني بتاعه. بيكمل بقى وصف النص، بيقول ايه هنا؟ ها، عوي عوي عوي، عوي جد، جد. يعني ذراعي عمود الجد. الله، طب ما عمود الجد ليه ذراعين اهو. ايوه صح. طب حلو قوي. ها، عوي جد يعني ذراعي عمود الجد مالهم؟ هنا عايز يقول بترفع. لا، العلامه اللي هو الراجل اللي بيرفع السما ده هي فعل اسمه توا. واو. توا بمعنى تو ليفت. توا، توا يعني يرفع. ها، توا نفرو اف. نفرو اف. نفرو اف يعني كماله او بهائه. ام سما. ها، توا نفرو اف يعني سما. يحملون بهاؤه. ها، لا مش سما. هنا السكينه لما بيتدخل معاها الاس وبيبقوا مونوجرام مع بعض بيبقى اسمها سيشم. واخدين بالكم؟ سيشم. وحتى هنا العلامه دي الام اللي هي بديل البومه. ايوه. ها، ام سيشيمو. المفروض هنا سيشيمو 3 شرط، بس هنا يعني النص مهشر. ام سيشيمو. طب الست اللي قاعده دي اك اخد منها كات. لا مش كده. ام سيشيمو اف. لا، فاي. فاي. مش هو بيتكلم عن حور سماتوي المذكر؟ تمام. فلازم بيوصف بضمير غائب مذكر. يبقى هنا معنى الكلام ده ايه؟ اللي ذراعي عمود الجد، ذراعي عمود الجد يرفعون بهائه او يحملان بهائه او كماله، اللي هو نفيرو اف. ام سيشيمو اف يعني ام سيشيمو اف. ام بمعنى ك از، ده الام اوف بريديكيشن اللي هي ام الخبريه. فاذا هنا ام سيشيمو اف معناها كصورته. سيشم يعني صوره، صوره مقدسه، الديفاين ايمج بتاع المعبود. ها، يبقى ام سيشيمو اف as his images او as his sacred images، كصورته المقدسه. طيب ايه اللي بيحصل اثناء حمل بهائه او يعني رفع بهائه او رفع كماله؟ ها، ايه اللي بيحصل؟ بصوا هنا، بصوا الشكل ده بيقول ايه اهو. هما كلهم هنا شايلين. بصوا هنا ده شايله على دماغه اهو، وده كمان وده شايل وده شايل.
فاذا هم بيعتبروا ان الشكل اللي طالع من زهرة اللوتس ده هو بيمثل النفرو بتاع المعبود، الكمال او البهاء، اكتمال الخلق يعني. لان هو هنا لو نلاحظ ان الثعبان باكمله او بشكله الكامل ظهر من زهرة اللوتس. يعني ما فيش حتة مثلا جوه وحتة بره، لا ده الثعبان كله طلع. معنى ان كل الثعبان طلع كده حصل عملية اكتمال للخلق. فبالتالي هنا النص بيوصفه توا نفرو اف او عاوي جدو او عاوي جد. توا نفرو اف ذراعي عمود الجد بيحملون كماله او اكتمال خلقه. ام سشيمو اف كصورته او كصوره، ومن ضمنها الصورة اللي هي قدامنا دلوقتي. تمام، نكمل. النص بيقول ايه؟ قاو يعني القاوات. مالها القاوات؟ أو حر لازم هنحط كلمة هنا بينما عشان سياق النص يتظبط. بينما القاوات مم. مالها؟ حر. شت. لا، العلامة دي اللي هي بتشبه الماء اسمها باد. باد. بادت. باد. بادت باد. سن. مم. بينما القاوات على ركبهم. بينما القاوات على ركبهم، يعني ايه على ركبهم؟ اهي دي دول هم القاوات على بادت سن اهي. شايفين؟ أيوة. يعني هو النص بيوصف المنظر بالظبط. فاذا دول الاثنين دول اسمهم قاو، القاوات. دي قاوات حامية للمعبود حورس متوي. وهنا دول العاوي جد اللي هم ذراعي عمود الجد. فاذا كل الناس اللي بتصاحب المعبود دول هم الاثنين اللي هنا والاثنين اللي هنا والاثنين اللي هنا، دول كل دول بينطقوا قاو. قاو، قاوات. قاوات يعني طاقات للمعبود او مظاهر قدرة وقوة المعبود. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده ام أم مفروض خب لك، ولكن هنا في يعني محذوفة. خاب، الفعل ده اسمه خاب. ام خاب رمنوي. ام خاب رمنوي. خاب يعني يثني او يتني. شايفين حتى الراجل هنا بيعمل ايه؟ بيتني ايده. ام خاب رمنوي. فاذا لما نقول هنا بينما القاوات على ركبهم يسنون أذرعهم أو يسنون أكتافهم، يعني هنا بيعملوا إيه؟ هنا فعلا بيسنون يعني الأكتاف بتاعتهم في وضع انسناء فعلا أهو. شايفين وضعية الإيد هنا عاملة إزاي؟ سواء هنا أو هنا. خاطر من. تمام كده؟ تمام. فإذا ده معنى النص هنا، أو النص ده يعني ده اللي حابب يوصله أو حابب يقول من خلاله ان الكلام هنا الحورس متوي، المعبود العظيم القاتم في دندرة، الروح الحية اللي بتخرج من زهرة اللوتس في مركب الصباح، وان ذراعي عمود الجد بيحملوا بهاءه بصوره المقدسة، والقوات قاعدين على ركابهم وبيتنوا أكتافهم.